أيضا أخونا نزار من العراق سأل السؤال، يقول بالنسبة لإطلاق لفظ العشق على الله عز وجل، على الله سبحانه وتعالى، أو حتى على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا جائز؟ هو كما نقل عليه الإمام ابن القيم رحمه الله. أولا فيما يتعلق بإطلاقه على الله سبحانه وتعالى، فالأصل في أسماء الله وصفاته وأفعاله والتوقيف. نعم. وهذا اللفظ لم يرد نسبته إلى الله سبحانه وتعالى فيما أعلم من النصوص الشرعية، ولذا فإن استخدامه في حق الله تعالى لا يجوز. لا سيما وأن العشق ليس مرادفا للحب، فهو يطلق على نوع معين من الحب، وهو الحب المقترن بالغرام. وكذلك إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يبالغ في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم عن الخلة. يعني خليلي، كما كان أبو هريرة وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم يقول حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم. فالخلة هي أشد درجات المحبة. وأما العشق فهي تطلق على نوع معين من المحبة، وهي المحبة الغرامية، ولذا لا يشرع إطلاقها في مقام النبي صلى الله عليه وسلم.